السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في قناتي الشيف ملكه. اليوم غنشارك معكم شوربه البلبوله ديال الشعير بطريقه سهله، المكونات بسيطه. تبعوا معايا الطريقه والمقادير. هنا كما شفتوا هذو هما المقادير اللي غادي نستعمل في هذه الوصفه. خديت طنجره ودرتها فوق النار، درت فيها 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، وغادي نزيد عليه واحد البصله هكا كبيره مشلضه، وداك البصيله غادي نبقى نحركها في داك الزيت حتى تهبط هكا معايا، وعاد نزيد العناصر الاخرى. هنايا غادي نزيد واحد شويه انا ديال صدر ديال الدجاج، واحد 200 غرام هكاك، لان ما عنديش ضامر البنه ديال الدجاج. نتوما بلا ما تستعملوا الا ما عندكمش بلاش. صافي غادي ندير داك صدر ديال الدجاج مع البصيله ونحرك هكا، ومن بعد غادي نزيد العطريه. عندي نص معلقه صغيره ديال السكينجبير، ونص معلقه صغيره ديال الخرقوم، ونص معلقه صغيره ديال الابزار والملحه. صافي وغادي نحرك مزيان باش تدخل داك العطريه في العناصر كامله. من بعد غادي نزيد واحد 2 مطيشات كبارين هكا، تنحيد ليهم القشره ونحكهم في الحكاكه. شفتوا؟ صافي غادي نزيد داك مطيشه وغادي نحرك. طريقه سهله وتتوجد دغيا دغيا البنات، وتجي لذيذه شي حاجه زوينه بزاف. صافي غادي نحرك هكا، ومن بعد غادي نزيد القزبر هكا، واحد زليفه صغيره ديال القزبر، ونحرك عاوتاني. صافي. والبلبوله عندي زلافه ديال البلبوله ديال الشعير اللي تنغسلها مزيان بالماء ونديرها في الصفايه حتى تتصفى من داك الماء، وغادي نزيد هكا واحد زلافه صغيره، المهم زلافه، وتطيح ما شاء الله بزاف. من بعد ما غلات هكا الطنجره داك البصله مع مطيشه، المهم مع العناصر كامله، وغادي نزيد هنايا البلبوله ديال الشعير كما شفتوا هنايا، وصافي غادي نحرك. ومن بعد غادي نزيد الماء من الاحسن يكون غليان باش تطيب دغيا. صافي حتى تتغطى كاع. المهم ابخي غادي تخليوها طيب مزيان، وانتم عينكم ميزانكم في الاخر واش تزيدوا الماء ولا ما تزيدوش. الا شفتوها قاصحه زيدوا الماء. صافي هانتوما كي بدات تغلي، شفناها هنا قاصحه، حنا غادي نزيدوا شويه ديال الماء. هنا راها طابت الصراحه، واحد ميم با ساعه تكون طايبه. وفي الاخر تزيدوا داك صلصه الطماطم باش تجي حمراء، ونزيد الماء هنايا باش تجي شويه جاريه، ما نخليوهاش قاصحه. صافي ونخليوها طيب كي تبدا تغلي. صافي غادي نطفيو عليها البوطه. صافي هانتوما شفتوا هنايا راه طايبه. صافي غادي ندوزو نديروها في سليفات ونتعشاو ان شاء الله باذن الله. نتمنى تعجبكم الوصفه. الا عجبتكم ما تنساونيش من اللايكات والبارطاج، فضلا منكم وليس امرا. وهنا غادي ندوزو نقيسو معكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. الى الفيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامه.